السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض صينية العيلة أو نسميها صينية العزومات. حلوة خالص في العزومات، بس تكبري الصينية شوية. أنا عشان مش عاملاها العزومة، عاملاها لأولادي في البيت، حبيت كده أدخل عليهم السرور، فقلت لهم هعمل لكم حاجة كده زي صواني الجاهزة اللي هما بيشوفوها دايما على اليوتيوب. ودايما يا ماما نفسنا في الحاجة دي، طب انتي احنا ليه مش بنجيب من بره دليفري ومش عارفة ايه؟ احنا ما بنحبش خالص أكل المطاعم. ما ينفعش اروح مطعم بيتي واكل اقول له اديني اكل بيتي، يعني ما تعملي الاكل في البيت. طيب حاجه نظيفه وصحيه وموفره في نفس الوقت. انتوا قولوا لي في التعليقات الصينيه دي تعمل كام بره في مطاعم الاكل البيتي؟ مش عارفه لاني عمري ما اشتريتها. بس انا النهارده هعمل الصينيه دي ب 220 جنيه بس، غير الفرخه. ممكن تزودي نوع بروتين تاني او تحطي مثلا مع الفرخه كيلو لحمه، تحطي بطايه، تحطي مثلا نص كفته، براحتك خالص. بس انا عملتها بفرخه واحده بس. طبعا هي مكلفه عليا 220 جنيه الصينيه دي غير الفرخه. الاول هنبدأ مع بعض نشتغل، وفي نفس الوقت واحنا بنشتغل هحكي لك هي ازاي كلفت 220 جنيه بس. ب 220 جنيه بس عملتي احلى واجمل وجبة دليفري. هاتيها من بره، قصدي اسألي عليها بره، تطلع بسعر اوفر جدا. فانا عملتها ب 220 جنيه بس يا جماعه، وده اعجاز في حد ذاته. اضغطي لي بقى لايك، وكمان اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله. هنا حطيت ميه مغليه على النار، حطيت فيها شويه كمون، ملح لا. ورق العنب يا جماعه مش بنحط له ملح في الميه، بنحط كمون بس، علشان اصلا ورق العنب مالح وما ينفعش نزود الملوحه بتاعته بان احنا نحط له ملح كمان في الميه. ومعايا كرنبايه فرعتها وحطيت ميه بتغلي على النار، طبعا حطيت فيها شويه كمون وحطيت ملح علشان وخصوصا ان الايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايوه الكرنب البط ده بيبقى فيه مراره شويه، فانتي لازم تحطي ملح علشان يشيل مراره الكرنب. تمام. بعد ما سلقنا الكرنب رحنا بقى للصلصه. بصل كتير جدا وحطيت شويه دهن ومعاهم شويه زيت. عايزه تحطي سمنه ودهن تحطي دهن بس براحتك خالص. ويا سلام لو حته ليه خروف بقى، بس مش مشكله. المهم بعد ما حمرت البصله وطشيتها بالطماطم اللي انا فرمه معاها شويه بصلايه نيه مع فصين توم، وكمان قرنين شطه او قرنين فلفل. طيب بعد ما تسبكت الصلصه معايا كويس، بنزل بنص الخضره وهي لسه على النار. يا جماعه انا مش بشيلها من على النار. في ناس بتحب تعمل الخلطه خلاص بتنزل الصلصه من على النار وتقلب الرز. انا مش بحب كده، بحب اخليها على النار اثناء ما انا بقلب، علشان لو الرز فيه نسبة مية خفيفة كده بعد ما بتصفيه بتحطيه، بيبقى فيه نسبة مية، مهما تصفيه بيبقى برضو فيه نسبة مية بسيطة كده. فانتي بتقلبيه على النار. المهم حطيت نص الخضرة وخليت الصلصة تبقبق شوية في الخضرة وتاخد من طعم الخضرة. وبعد كده رحت نزلت بالرز، قلبته كويس. حسيت انه محتاج شويه صلصه، حطيت له شويه صلصه من اللي انا نقصتها اصلا قبل ما احط الرز. لازم تنقصي شويه صلصه وتحشي شويه خضره علشان لو احتجتي رز اثناء وانتي بتلفي تقلبي الخضره مع الرز وتكملي عادي. المهم ان انا بعد ما نزلت بنص الخضره والصلصه خدت كده من طعم الخضره، قلبت الرز وبعد كده حطيت باقي الخضره معايا. وهنزل الرز على كده. انا بسيبه حوالي 120 ثانية فقط. الناس اللي بتقولي بتسوي الرز، انا مش بسويه، بسيبه على النار حوالي دقيقة كده، مقدار 20 صلاة على النبي مثلا وانتي واقفة. المهم ان هو يعني يدوب يشم النار كده، علشان لو في اي نسبة مية تطير منه. وانا كمان وانتي بتلفي الرز ما يبقاش فيه مية وما يبقاش انسيابي في ايدك كده، وتعرفي تلفيه. طبعا على حسب الرغبه بقى، انا بقولك طريقتي وانتي براحتك. المهم بصوا بقى، الاهم من الشغل توضيب الشغل نفسه. ازاي يعني؟ انا اصلا كده يوم الخميس بالليل والاكل ده احنا هنتغدى بيه تاني يوم، يوم الجمعه تاني يوم. تمام. يوم الخميس بالليل بعمل كل الشغل ده علشان اقوم يوم الجمعه. انتوا عارفين اصلا فتره الجمعه الصبح مفيش ساعتين والظهر بيأذن،
اول جمعه بتبدا، فمش هتلحقي تعملي، وان لحقتي تعملي مش هتلحقي تصوري. انا ممكن كنت اعمل الكلام ده كله الصبح بدري يوم الجمعه، بس مش هلحق اصور. التصوير طبعا بياخد مني وقت، فانتي لو هتصوري فيديو هتعمليه من يوم الجمعه بالليل. طب مش هتصوري برضو، على الاقل هتوضبي شويه حاجات. المهم انا هنا نقصت شويه الرز في الطبق الاصفر ده للممبار، وباقي الرز هحطه في البوله دي. وهنا طبعا رز الممبار لازم يبقى بعيد خالص عن الرز اللي انت هتحشي بيه باقي المحشي، علشان انا هنا كنت بوريكم من الحله اللي استانلس يا بنات عملت فيها الرز المحشي. آه، القاع بتاع الحله زي ما انتم شايفين مش لازق فيه ولا رزايه ولا رز شايط معايا ولا حاجه. الناس اللي كانت بتسال على الحله الاستانلس، زي ما انتم شايفين كده القاع الحله باين جدا وواضح انها مش بتلزق الاكل خالص. اي معجنات رز مكرونه محشي ما بتعملش اي حاجه، حلوه خالص وعمليه. المهم اول حاجه هعملها، انا هنا يوم الخميس بالليل بحشي الممبار. طيب ممكن تحشي الممبار بايدك عادي زي ما انت متعوده، بس انا بستسهل موضوع اني بجيب اي ازازه بقصها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين وبحشي بيها. انا طبعا كنت ايه، كنت بجرب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كنت بجرب احشي لك واحد بدون الازازه. شايفين انا بثبت صباعي كده في المنبر وبحشي عادي خالص، وبرضو ماشي الحال. بس انا ماليش خلق لانه هنا بياخد معايا وقت، طبعا بالازازه بيبقى اسرع. لو انتي متعوده تحشيه كده بايدك ما فيش مشاكل، كل شيخ وطريقته بقى. المهم انا بقول يا جماعه كتير بالله عليكم ما تنسوش في التعليقات لعلها تكون المنجيه، يعني انزلي في التعليقات واكتبي بايدك كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب انا بحشي طبعا الممبار بالليل، وهسويه برضو يوم الخميس بالليل. اللي هو بعد بقى ما خلصت شغل البيت كله وعشيت الاولاد وخلاص كده، كل واحد بقى هياخد، وطبعا خلصنا مذاكرة، كل واحد بقى هياخد له ساعة كده قبل النوم. طيب في الساعة دي انا كده خلاص يعني مسؤوليتي خلصت من البيت. ما جيش بقى في وسط المغرب ولا العصر وهي بقى مطلوب منك مسؤوليات عشاء ومش عارفة ومذاكرة وايه وايه. لا انا كده خلاص قفلت باب الاكل، قفلت باب المذاكرة. هما كده ما لهمش عندي اي حاجة، وانا قاعدة فاضية مع نفسي بقى. بثبت التليفون طبعا. انا ما عنديش حامل، بثبت التليفون في المطبقيه، فانا بعتذر جدا على التذبذبه اللي بتحصل في الكاميرا، وكمان الاضاءه برضو صعبه. بس للاسف كل ما اجيب حامل يبوظ. لو حد يعرف حامل كويس للتليفون يقول لي المكان اللي جاب منه او يسيب لي الرابط تحت في التعليقات. المهم انا في الوقت ده، طيب ما يطلعش حد بقى يقول لي انت بترغي كتير، تمام؟ الفيديو واقف. طيب انا هقول ايه؟ ما انا لازم اتكلم ولازم اشرح الوصفة اللي انا بعملها، ومش مسرعة الفيديو. حبيت كده اعمل فيديو روقان كده براحتي، يعني اللي هو انتي مش عايزة تسمعي الصوت ممكن تسرعي الفيديو، ممكن توطي الصوت على الاخر خالص. المهم بعد ما المية غلت نزلت فيها الممبار بالشكل ده كده. ولازم المية تغلي يا بنات. لو حطيت الممبار في المية وهي مش مغلية للأسف يعني هيفك منك أكيد، أو هيدخل مية في الرز وهيعجن منك الرز جوه الممبار. فانتي المفروض المية بتغلي وبعدين بتنزلي فيها الممبار. طيب بعد ما هيغلي كده وهياخد قلبتين هتحسي ان في ريم طلع على الوش، هتشيليه. طبعا انا شلت الريم بس الفيديو ما جاش. بعد ما تشيلي الريم كويس جدا وتنضفي الشوربه، بتحطي بقى اللي انت عايزاه على حسب الرغبه في الشوربه. انا حطيت بصل، وحطيت طماطم، وحطيت كمان شويه كمون، وشويه صغيرين من ورق اللوري اللي هو مطحون. يعني كان عندي ورق لوري بس مطحون، مش ورق سليم. حطيت شوية كده مطحونين. عايزة اقول لكم ان البصل ده انا مش مفرزاه يا بنات من قبل كده، علشان انا ضد موضوع تفريز الثوم والبصل لانه مش صحي خالص. بس انا لما تبقى عندك عزومه، انا ما عنديش عزومه عامه، انا عامله الصينيه دي لولادي في البيت، مش عندي عزومه خالص. بس لو انت هتعمليها لعزومه يعني، او حتى هتعمليها لولادك وهتعملي بقى محشيات كتير وكده، فعشان تسهلي على نفسك تعالي قبلها بيوم، او قبل ما تبدأي، يعني قبل ما تبدأي هتروحي بقى تجيبي بصل كتير في الكبة وتفرميه وتكيسيه كده في اكياس وتحطيه في الفريزر. مش هيصنن ولا يجرى له اي حاجه خالص. تاخدي منه بقى وتحطيه عوزتي للشوربه، عوزتي لتتبيله فراخ، عوزتي تزودي مثلا صلصه تاني، عوزتي لاي حاجه بتنزلي على طول وتحطي. لان اثناء ما انت بتعملي المحشي هتحسي ان انت محتاجه بصل،
فمش هتروحي بقى تجيبي الكبه بعد ما نضفتيها بقى وغسلتيها بخل وكده وشلتيها، مش هتروحي تجيبي الكبه وتفرمي وترجعي تاني تغسليها وترجعي تفرمي تاني، فاعتقد الموضوع هيبقى مرهق عليكي. المهم انا هنا الاول ابتديت بالصعب، عملت الممبار حطيته على النار يستوي، وبعدين رجعت للاصعب بقى، يعني للاسهل بقى، اسهل من الممبار، يعني قصدي تبدأي بالاصعب ثم الاسهل فالاسهل. تمام، ما تبدايش بالاسهل عشان هتيجي في الاخر تحسي نفسك تعبتي والموضوع هيبقى صعب عليكي. المهم خلصت الممبار حطيته يستوي وتبلته طبعا زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده رحت عشان الف ورق العنب. انا عايزه اقول لك ان ورق العنب ده ربع كيلو، يعني انا جبت نص ولقيته كتير قسمته عملته ربع كيلو. لو انت على حسب افراد اسرتك بقى، لو انت هما كتير على حسب ما انت عارفه هما الكميه كبيره او قليله. المهم لقيت النص كتير، عملت ربع كيلو. طب الكرنبة على بعضها جايباها ب25، عملت منها تقريبا اقل من نص، بس اعتبري نص الكرنبة يعني، وباقي الكرنبة فرزته وشيلته. تمام. ايه كمان، عاملة كيلو كوسة واحد، عاملة نص فلفل رومي، وعاملة كيلو ممبار. تمام كده. مش متأكدة ان الممبار كيلو، انا قلت له كيلو بس انا حاسة ان هو كتير شوية، حاسة ان هو كيلو وربع مثلا، بس اعتبريه كيلو. تمام، كيلو بس ربنا مبارك فيه شوية. المهم بعد ما بحشي ورق العنب، انا طبعا عايزه تحطيه في حله براحتك، انا بجيب صينيه وبحط فيها ورق الكرنب او العروق، الورق اللي بيبقى جنب العروق، يعني انا مش بفقد الورق بتاع الكرنب، لكن بجيب زي ما انتم شايفين كده، يعني بجيب عروق الكرنب وبقطع الورق اللي جنبها، اللي هو الورق الناشف اللي فيه عروق اللي مش هينفع يتلف، او لو اتلف الصباع هيبقى كبير كده ومش حلو. فانا بحطه في قاع الصينيه، وبعدين برص ورق العنب زي ما انتم شايفين كده. انا بقول لك الكميات على حسب عدد اسرتي، احنا 5 افراد، فالكميات دي كتير جدا علينا، فانا عملت على حسب عدد الاسره. لو انت عندك عزومه هتزودي الكميات وهتعملي صينيه واحده، بدل الصينيه الصغيره دي هتحطي صينيه اكبر بس. لكن بجد بجد تحفه يا بنات الصينيه دي في العزومات. انا الاول كنت ببقى مرهقه جدا، ببقى نفسي اعزم ناس بس مش عامله على التكلفه، انا عامله على المجهود، لان بجد بجد كنت هتعملي كذا حاجة في عايز وقت كتير، وكل حاجة عايزة وقت، وحاجة هنا وحاجة هنا، مفيش ترتيب ولا تنسيق، وحاجة كده بتتعبك، يعني بتبقى مرهقة بالنسبة لك، وخصوصا لو انت ما عندكيش بنوتة بقى تساعدك. طبعا انا بنوتي في ثالثة ثانوي، ربنا يا رب يوفقها هي وكل اللي زيها. فوالله بعمل كل حاجة لوحدي. المهم انا رصيت ورق العنب بالشكل ده كده. هنروح بقى دلوقتي نشوف اللي بعد ورق العنب ايه. طبعا هاخد الصينيه دي اشطفها كويس جدا من مكان ورق العنب، وهجيب الكرنب. ايوه دخلت على الكرنب بعد كده. زي ما قلت لكم في البدايه، لو انت موضبه كل حاجه الدنيا تبقى سهله عليكي. سلقه الكرنب، سلقه ورق العنب، وطبعا الكرنب سلقه وموضباه ومنضفه قولوا معايا الفلفل، وغسله الكوسه ومنضفاها، و ايه كمان، كان في ايه كمان، والممبار طبعا سلقاه من بالليل. خلاص الدنيا تبقى هاديه بالنسبه لك. انا بالليل بس، الله اعظم والعز بالله، انا بالليل بس عملت سلقت الممبار وصفيته وطلعته من الشوربه بتاعته، و ورحت نمت. قمت بقى يوم الجمعه الصبح كل حاجه متوضبه، لفيت ورق العنب، بعد ورق العنب لفيت الكرنب. وانا بلف بالكرنب كده افتكرت ان انا احط الفرخه على النار علشان يبقى جاهزه معايا الشوربه، يعني بعد ما اخلص اسقي بقى واحط على النار على طول المحشي يستوي. فرحت بقى عشان اجيب الفرخه واتبلها واسلقها، وبعد كده هحطها في الفرن، مش هحمرها في زيت، وبعدين هنشوف ايه اللي حصل. المهم هنا انا حطيت فلفل اسمر وكمون وشويه بهارات لحمه صغيرين وفصين توم مع معلقتين طماطم فريش مع بصلايه، برضو نفس البصل، يعني نفس البصل اللي انا فرماه. علشان كده بقولك لو عندك عزومه افرمي كميه بصل كتير جدا وكيسيها في اكياس تلاجة وحطيها في الفريزر، هتريحك جدا جدا جدا. الاذان بيأذن يا بنات، يا ريت اي اذان تسمعوه ترددوا الاذان وتسالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيله. من سأل لي الوسيله وجبت له شفاعتي. طيب بعد كده انا طبعا تبلت الفرخه ورحت عشان اسلقها. بعد ما اسلقها طبعا هتشيل الريم وكده، حطيت الخلطه معاها، وبعد كده هتشيل الريم، وبعد كده هزود شويه ملح واسيبها تتسلق مع نفسها. رحت عشان اكمل بقى الكرنب.
كان في هنا مقطع وانا بلف الكرومب وبسهركم سهريه كده، بس مشي المقطع، مش عارفه راح فين والله. طبعا الفيديو اللي بيبقى فيه حاجات كتير كده، بصي يعني ممكن ابقى فاتحه الكاميرا ومكمله الكاميرا تقف او يقولك مفيش مساحه، وانت مكمله في الفيديو عادي وفاكره ان الفيديو شغال، يطلع الفيديو مش شغال. المهم كنت حابه اعمله في صينيه برضو، الكرنب هيسهل عليا جدا وهيطلع كده مرصوص وشكله حلو، لكن ما لقيتش صينيه على قده، لقيت الصواني اللي عندي كلها كبيره، وطبعا انا بحب احط الحاجه على يعني الاناء اللي انا بعمل فيه بيكون على قد الحاجه بالضبط. المهم رصيته طبعا في الحله وحطيت في قاع الحله، ممكن تحطي بصل زي ما انت عايزه، ممكن تحطي طماطم زي ما انت حابه، كل شيخ وطريقته. انا بحب احط في قاع الحاجه اللي برص فيها المحشي، اي نوع محشي، الورق اللي بيبقى صغير، ورق مثلا في عروق مش هلفه، الورق اللي بيبقى جنب العروق، اي حاجه. المهم حطيت برضو في الصينيه دي بعد ما لفيت الكرنب، طبعا حطيت على الوش كده شويه عروق كده، لقيتهم حلوين استخسرتهم، انا بحب اكل العروق دي بعد ما الكرنب يستوي. فركنت كده الكرنب وورق العنب لفيناه ركناه، ما حطيتش حاجه على النار خالص. انا هنا كده يوم الجمعه الساعه حوالي 10، بدأت بقى خلصت كمان الكوسة وحشتها هي والفلفل كده. قرآن الجمعة بدأت بقى أحط كل حاجة، يعني بدأت أزود الشوربة وأحط كل حاجة. هنا قبل ما أحط الشوربة أنا كنت ناقصة شوية صلصة من الصلصة بتاع المحشي، خدت معلقتين صلصة حطيت عليهم شوية شوربة وحطيتهم على الكرنب، وزودت طبعا شوربة، باقي الشوربة من الحلة. وهنا برضو هحط الشوربة، ممكن تحط هنا معلقه صلصه، بس انا كده كده طالما هحطها في الفرن لسه تاخد لون، فمش مفيش داعي للصلصه. زودت الشوربه على طول، وعندي الشوربه طبعا سمينه وحلوه، لاني كنت حاطه مع الفرخه وهي بتستوي في الشوربه، كنت حاطه معاها الركبه اللي بنجيبها من عند الجزار دي، حلوه خالص سمينه، بتخلي الشوربه طعمها حلو، كمان بتزود سمانه الشوربه. هو الافضل كان بط بس مش عندي بط بقى. المهم اتصرفت، طبعا حطيت ورق العنب كده يستوي، ما لقيتش ورق زبده وكان عندي ورق فويل، فلو انت ما عندكش ورق زبده ما تحطيش ورق الفويل بدون ورق زبده، مش صحي. فانا طبعا غطيت الصواني دي بصواني اكبر منها. تمام. رحت بقى عشان اخد الفرخه اللي انا كنت حطاها تتسلق، وهاخدها احطها في البوتاجاز، يعني تحت الشعلة تاخد لون. طبعا لقيت خلاص الخطبة بدأت واتزنقت وهتاخد معايا في الفرن وقت طويل، جيت حطاها قبل ما احمر الممبار، حمرتها في الزيت قبل ما احمر الممبار. تمام. انت لو بدأتي بدري شوية كان هيبقى افضل ليكي، او لو هو مش يوم جمعة يعني والغدا هيبقى في يوم ولا عادي الساعة 2 3 مثلا، الدنيا تبقى تمام. لكن عشان انا يوم جمعة وبعد الجمعة على طول هيجوا يتغدوا، فانا كان لازم استعجل نفسي شوية. فالمهم رحت محمرة الفرخة، لان لو حطيتها في الفرن هتاخد وقت. وبعد الفرخة طلعتها وحطيت طبعا الممبار بتحمريه باللون اللي انت عايزاه. هنبدأ بقى نرص كل اللي احنا عملناه ده. تجني بقى، اجني سمرة تعبك بقى. تحفة يعني. أجمل فيديو أو أجمل مقطع في الفيديو هو الفيديو اللي أنا برص فيه ده، بيبقى حاجة كده ممتعة وهادية نفسيا، يعني مقطع يدعو إلى الراحة النفسية. بذكرك تاني لو انتي وصلتي معايا لحد هنا اضغطي لايك واشتركي في القناة. زي ما قلت لك هقول لك اثناء ما انا برص كده هقول لك الصينيه دي مكلفه عليا 220 جنيه ازاي. انا جبت كيلو ممبار ب 150. تمام. جبت ربع كيلو، جبت نص ورق عنب بكام؟ ب60. كان الكيلو ب120، عملت ربع كيلو ب30، لاني عملت نص يعني ربع كيلو. الكرومبة عملت نصها، الكرومبة كانت ب25، قولي ب10 نص الكرومبة عشان انا عملت اقل من نص شوية، يبقى 150، يبقى 30 ورق عنب و10 كرومب ونص كيلو فلفل رومي ب10، 50 وكيلو كوسة ب20، 70 و150 ممبار، 70 و150 يبقى 220 بس خلاص. يعني الكرومبة قصدي الصينية دي اتكلفت عليا 220. اللي بيشتري اكل جاهز بقى يقول لي هي بره بكام، بتتباع في مطاعم الاكل البيتي بكام الصينية دي. هي طبعا كفت 5 افراد وفاض منها كتير جدا، يعني كان ممكن تكفي 7 افراد كمان. يعني لو انتوا 7 هتكفيكم جدا جدا، لو عازم 7 افراد برضو هتكفي 7 افراد مرتاح جدا. بس طبعا لو انتي عازمة عزومة مش هتحطيها زي ما هي سادة، هتعملي جنبها مثلا شوية ملوخية، شوية سلطة،
كده يعني، او صينيه بطاطس خفيفه كده مع نص كيلو لحمه، الدنيا هتمشي. بس عشان انا عاملاها لاولادي فعملت نوع بروتين واحد، عملت الفرخه بس. ايه رايكم في الجمال والتحفه؟ تفتح النفس، صح؟ طيب لو وصلتي معايا لحد هنا بذكرك تاني حبيبتي، ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في القناه. وكمان اللي عارف سعر الصينيه دي بره يعمل كام تكتبي لي تحت في التعليقات. انا عملتها 220 جنيه بس، ودي معجزه طبعا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب ما يكونش رغيت كتير، يا رب يكون التصوير والاضاءه واضح جدا. اعذروني لان كاميرا الفيديو بتاعي تقريبا، الفيديو بتاعي متحطم يعني بصوا ولادي ناهيين على التليفون خالص. فبقدر الامكان بحاول احسن الاضاءه واحسن الجوده علشان اللي بيتفرج يبقى مرتاح نفسيا. اسيبكم في رعايه الله.